زي ما احنا متعودين كلنا، زي ما كلنا متعودين طبعا اخر 980 سنة اللي بيحصل الاهلي بيبقى فاضل له ماتش يلعبه يصعد، فيجي فريقين ما لهمش علاقة بيه خالص بيلعبوا ماتش تاني خالص، يقوم الفريق ده كسبان الفريق ده 600 مثلا ويقول له اهلي مبروك انت صعدت، ما تلعبش الماتش الاخير، او ابعت مثلا عم حارس واصحابه يلعبوا الماتش ده وخلاص. يعني الاهلي رسميا، طبعا انا كنت في مشوار فما كنتش قادر ان انا اصور. اول ما رجعت فقلت اقول لك ان الاهلي صعد رسميا لدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا، بعد ما يانج افريكانز التنزاحي قام جاي ماسك شباب بلوزداح الجزائري مديله 4-0. نتيجة أشد المتفائلين من الالتراس بتوع يانج افريكانز ما كانش يتوقعها، واشد المتشائمين من جماهير شباب بلوزداد ما كانش يتوقعها. 4-0 من يانج افريكانز في دار السلام. شباب بلوزداد ده كله قال لك شباب بلوزداد هيكسب هيتعادل وهيصعد مع الاهلي وخلاص بقى. لا، يانج افريكانز بيحسم الامور تماما، ومبروك يا اهلي اصعد يلا، وانا كسبت لك شباب بلوزداد 4-0. 4 خلاص بقى. يعني الماتش الاخير بتاع الاهلي ويانج افريكانز ده هيبقى تحصيل حاصل تماما خالص بقى، فاهم؟ مبروك للاهلي وجمهوره. ولكن الاهم من ده ايه بقى؟ عايزين نتكلم شويه على نادي بيراميدز يا جماعه، لان نادي بيراميدز صراحه ربنا يعني حاله يصعب على الدنيا بحالها، يصعب على الدنيا بحالها. تعال الاول شوف من اول ما تم تغيير اسم بيراميدز من نادي الاسيوطي الى نادي بيراميدز من حوالي 7 سنين، وكلنا عارفين كويس قوي كان الحادثه او الواقعه او هدف وجود نادي بيراميدز في الكره المصريه كان ايه اصلا. يعني بيراميدز ما عملش اي حاجه غير ان هو غلى اللعيبه كلها. اللعيب اللي بيعرج وهو ماشي بقى ب 60 مليون جنيه. يعني في لعيبه ب 60 مليون جنيه، دي الحاجه الوحيده اللي عملها بيراميدز. طيب بيراميدز فيه هدف اساسي طبعا مش حابب اتكلم عنه بس كلكم عارفينه، لم ينجح في هذا الهدف بالمره. بقى موجود لاعب الاهلي مرتين في نهائي بطولتين السوبر وكاس مصر، خسر النهائيين، بقى له 7 سنين ما خدش بطوله، حتى كاس الرابطه ما عرفش ياخدها. سيراميكا خدت كاس الرابطه يا اخي، سيراميكا، وبرده بيراميدز ما استطاعش ان هو يفوز ببطوله. فانا بشوف والله يا استاذ سالم شمسي انك انت بتضيع فلوسك على الفاضي. يعني دلوقتي مش شايف سبب لوجود نادي بيراميدز بصراحه والله العظيم، مع كامل احترامي وتقديري لكل المسؤولين والقائمين على هذا النادي. يعني بيراميدز يا جماعه بيخسر من مازيمبي في الكونغو 3-0، وكلنا عارفين ان مازيمبي الحالي مش هو مازيمبي زمان، مش هو مازيمبي الانجازات ومازيمبي الرعب ومازيمبي البطولات ومازيمبي النهائيات ومازيمبي اللي راح نهائي كاس العالم للانديه. لا، مش هو ده مازيمبي بالمره يعني. لا، بيخسر 3-0 بالراحه خالص بلقمه وحته جبنه عشان يطلع برضو كابتن هاني سعيد. ده ظلم يا كابتن هاني. كابتن هاني انت بتخسرش مره عشان انت وحش. كابتن هاني انت بتخسرش مره عشان اللعيبه ما عندهاش دوافع. كابتن هاني اللعيبه كلها جت قبل دوري الابطال قبل دور المجموعات وقالوا لك هنكسب البطوله. بنوعد جماهير بيراميدز اللي هم 180 واحد على مستوى جمهوريه مصر العربيه ان احنا هنكسب البطوله. طب فين يا جماعه؟ فين يا جماعه؟ ده انتوا عملتوا رقم سلبي لم يحدث في تاريخ الكره المصريه. 4 مباريات متتاليه دون تسجيل هدف. يا اخي ده انت خسرت من نوازيبو بتاع موريتانيا، انت خسرت منه. نوازيبو الموريتاني بيراميدز خسرت منه. عارف يعني ايه 4 ماتشات متتاليه ما تجيبش جون في نفسك حتى؟ يا عم هات جون في نفسك. ايه ده؟ على فكره ما بحبش بيراميدز بس مش كده، ما هو في الاول وفي الاخر فريق مصري. يعني هو في الاول وفي الاخر فريق مصري، فالواحد برضه تحس انه صعبانين عليك، صعبانين عليك فعلا. بيراميدز يفوق امتى؟ تبدا تحس ان بيراميدز اسمه بيتداول في الشارع المصري وفي الصحف وفي المواقع وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك امتى؟ قبل ماتشه مع الاهلي. عايزين حكام اجانب، عايزين طياره مخصوص تنقلنا من اوضه الملابس للملعب نفسه، عايزين ما لناش دعوه، عايزين جزم سبيلي، جزم باتا، عايزين ايه تاني؟ عايزين نتغدى كافيار، وايه تاني؟ ونتعشى فشار ايه يا جدعان؟ طب الماتش خلص، الاهلي اهو. بص تعال هقول لك على حاجه. اولا الحكم ده كان متواطئ مع الاهلي،
يا كابتن مفيش الكلام ده يا كابتن، ده الشيبي. لا يا شيبي ارفع قضيه يا شيبي، ارفع ولا شيبي، احنا في ظهرك. لا ارفع قضيه. يا جماعه ركزوا في الكوره، ركز في انك انت ازاي تخلق دوافع للاعيبتك. ما انت ما عندكش جمهور اللي هو الدافع الاكبر اصلا للعيبه في كره القدم، ما عندكش الحته دي، بس عندك فلوس كتير قوي تقدر تخليك تخلق دافع للعيبه. لا، انا موجود عشان اراضي الاهلي، انا موجود عشان احط راسي براس الاهلي. يا جدعان ده الاهلي ده قفل انديه، قفلها، قفل انديه تاني. اي حد بيفكر يتحداه مش هيكسب حاجه غير ان هو هيضيع وقته وهيجيله المرض ومش هيعمل حاجه. انت لو ركزت مع نفسك لعل وعسى تعمل نجاح لنفسك بعيد عنه، لكن انت ركزت معاه يعني مش شايف خالص اي